انا من عيله الحاج عجب ذات نفسه. وعلى فكره كل الاراضي دي بتاعتنا ورثناها ابا عن جدا، بس زي ما تقول كده بنيجي نأجرها لكم في الصيف تقعدوا لكم فيها يومين. ولولا ان الظروف اللي انا فيها هي اللي حطيتني في الموقف اللي انا فيه ده لاول مره في حياتي، انا كنت دفنتك هنا مطرح ما انت واقف على الكلام اللي انت قلته لي. بس انت كده بتتخلى عني وبتفتح الباب لكل اللي هيشمت فيا لاني اخترتك انت. ما مشيتش ليه؟ تعب. ومن يومها وانا بجري لحد ما جيت هنا وانا بجري. انا اتخنقت. كل صاحب شغل دلوقتي بقى مفتري، لازم يوصل دمك لغايه اخر نقطه، لو يطول ياخدها كمان هياخدها. انا نفسي بقى انا اللي احرك حياتي بايدي مش حد تاني. عمري ايه قبل الليلة دي، عمري ضايع عمري فاضي، واللي عشته من حياتي ورقة فاضية وألم، واللي كانت روحي فيها كدبتني ليه عينيها، فجأة راحت مش لاقيها زي حلم اتهدم. حكايتي قصة من هروب لهروب، ولسه بحلم يوم بمرسى ومركبة وحضن وصبية. دي حياتي شايفها سب مش مهمة لأي حد، نفسي أعيش بس إن أعيش ولا يبقى كتير وبعدين المرتب اللي انت بتقول عليه ده المفروض يعمل لك ايه؟ يوكلك ويشربك ويجيب لك شقه وعفش ويجوزك ويخليك تصرف على بيتك وعيالك وتكبرهم وتأمن لهم مستقبلهم وتعلمهم وتخليهم احسن منك؟ بحاول اقنعه كده بقد ايه الكتابه دي مهمه بالنسبه لي، وقد ايه وقفته هو مهمه بالنسبه لي، ما يهمنيش اي حد تاني.